النهارده يا جماعه جبت لكم مفاجاه. هو موبايل من براند نازل السوق مكسر الدنيا. هو ارخص موبايل هتلاقيه في السوق، البصمه تحت الشاشه. زي ما انتوا هتلاحظوا حاجه كويسه جدا هنا، ان الظهر بتاعه شكل الكاميرات بتفكركم بموبايل معين كده. بجانب هنا يا جماعه زي ما شايفين الايلاند الخاصه بالنوتيفيكيشن تفكركم بموبايل تاني برضه. الموبايل اللي معانا النهارده بيجي من براند اوكتيل، الموديل بتاعه بي 1، 16 جيجا رام، ذاكره داخليه 256. اللي عجبني فيه بصراحه بصمه بتاعته بتفتح بسرعة جدا، الأداء بتاعه ممتاز. وهنستعرض مع بعض النهاردة الموبايل ده ونشوف هل يستاهل ان احنا نشتريه ولا لا. تابعوا معانا الفيديو للآخر. معانا النهاردة بي 1، والأهم مميزاته ان هو 16 جيجا رام، 4 جيجا رام زائد 12، وذاكرة داخلية 256، وبطارية 5150، ومع شاشة 6.7 من 10 انش. هنروح على طول كده الموبايل نشوف أهم المحتويات. أول حاجة هنا هيظهر معانا كفر بلاستيك ده كده، وبعد كده كابل الشحن التايب سي، وهنا شاحن فاست شارجنج 18 واط، نقدر نقول كان المفروض اسرع من كده شويه. وهنا هيظهر معانا سكرين. دي اهم المحتويات اللي بتيجي في العلبه. ولو رحنا شفنا الموبايل نفسه، تصميم الموبايل ممتاز جدا، وهو ده ارخص موبايل في السوق تقليد للتفاحه. زي ما انتم ملاحظين كده مش هتلاقي فرق كبير في تصميم الكاميرات من الخلف. الكاميرا الخلفيه هنا 50 ميجا بايت، وهنا الكاميرا الاماميه 32 ميجا بايت. لو جينا بصينا على الشاشه، فعايز اقول لك ان الشاشه ديت بمقاس 6.7 من 10 انش من نوع اموليد فول اتش دي بلس. في نفس الوقت هنا برضه عايز اقول لك ان هي بتيجي بمعدل تحديث او الريفريش ريت 120 هرتز. طيب لو جينا بصينا كده من فوق لتحت هيظهر معانا بعض الامكانيات اللي موجوده فيه. اهم حاجه عندنا ان هي متوفر فيه هنا ان اف سي، وده يستفيد منه، انت تقدر تدفع منه تشحن بيه كارت الكهرباء، الكلام ده كله. لكن المفاجأة في الموبايل اللي معانا النهاردة غير التصميم بتاعه الممتاز، اهم حاجة عندي ان هنا في بصمة، وده ارخص موبايل في السوق في بصمة تحت الشاشة، وسرعة الاستجابة بتاعتها ممتازة جدا زي ما انتم شايفين. وعايز اقول لكم برضو ان هو بيجي معالج من الفئة المتوسطة، اداؤه جيد جدا، هيليو ميديا تك جي 99، تقدر تستخدمه في الالعاب بدون اي مشاكل. زي ما انتم ملاحظين كده ان الالوان بتاعته ممتازة بصراحة يا جماعة، وسلس جدا في الاستخدام زي ما انتم شايفين. دي الكاميرا، دقة الالوان بتاعتها ممتازة جدا. التصميم زي ما شايفين من الحواف بتاعته ممتازة جدا، وهنا تقدر تركب خطين او خط وكارت ميموري، شريحتين يعني، او شريحة وكارت ميموري، منفذ شحن تايب سي، وهنا السماعات، وهنا زرار باور اللي يعلي يوطي، وزرار الباور. اللون بتاعه رصاصي، هنا متوفر باللون الابيض والاسود، واللون الموف اللي هو بيحبوه البنات. سعره رخيص جدا يا جماعه، وبنصح انتوا لو عايزين موبايل من الفئه الاقتصاديه بمواصفات ممتازه. بكده يا جماعه احنا وصلنا لنهايه الفيديو. هل انت ممكن تشتري الموبايل ده ولا لا؟ اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.